السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة. موضوعنا النهاردة بسيط جدا ومهم جدا. إمتى نحسب الميل وإمتى نحسب المساحة تحت المنحنى؟ لو افترضنا إن أنا عندي علاقة طردية ما بين متغيرين X و Y، بمعنى إن ال Y تتناسب طرديا مع ال X، في الحالة دي هتلاقي شكل المنحنى بتاعهم straight line أو علاقة خطية. طيب امتى احسب ميل العلاقه وامتى احسب المساحه تحت المنحنى؟ لو فرضنا ان انا عايز احسب زد اللي هي بتساوي y over x، يعني انا دلوقتي الزد بتساوي حاصل قسمه المتغيرين، في الحاله دي يبقى بحسب السلوب او الميل. يبقى سلوب هيساوي دلتا y على دلتا x، وفي الحاله دي بحدد نقطتين بحسب منهم الميل بتاعي. اي نقطتين واضحين على المنحنى بحسب منهم الميل بتاعي. في حالة ان عايز احسب h اللي هي بتساوي وليكن y ضرب x او xy، يبقى كده ال h بتساوي حاصل ضرب ال y في ال x، يبقى في الحالة دي انا بحسب المساحة تحت المنحنى. من اشهر المنحنيات في الفيزياء واللي بتعبر بشكل واضح عن الفرق ما بين المساحة تحت المنحنى والميل هو منحنى السرعة مع الزمن. بفرض ان عندي جسم بيتحرك في خط مستقيم بعجلة منتظمة موجبة، في الحالة دي بتكون العلاقة ما بين السرعة والزمن علاقة طردية. فلو حبيت ارسم المنحنى ما بينهم في الوقت ده بلاقيه عبارة عن خط مستقيم بيبدأ من السرعة الابتدائية في انيشال وبينتهي عند السرعة النهائية في فاينل. لو حبيت احسب الميل فبلاحظ الميل دايما بيساوي الافقي او بيساوي الرأسي على الافقي، يعني محور الواي على محور الاكس. طب محور الواي عندي اللي هو الفي، يبقى التغير في محور الواي اللي هو الدلتا في، التغير في السرعة، على التغير في محور الاكس اللي هو الدلتا تي، التغير في الزمن. طب في الفيزياء دلتا في على دلتا تي كانت بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الاكسلريشن او التسارع. يبقى في الحالة دي لو انا حبيت احسب التسارع اللي هو بيساوي الفي على التي، يبقى احسبه من الميل، ويبقى ميل المنحنى بيعبر عن التسارع. طب المساحة تحت المنحنى عبارة عن ايه؟ قلنا عشان تفهم معنى كلمة المساحة تحت المنحنى انت عايز ايه اللي نضربهم في بعض، او لما اضرب الواي في الاكس يديني ايه؟ ده انا عندي لو ضربت الفي في التي بتساوي الديسبيسمنت او الازاحة. ازاي؟ مش انت كان عندك اصلا السرعة بتساوي دلتا دي على دلتا تي؟ يبقى السرعة كانت بتساوي التغير في الازاحة على التغير في الزمن. يبقى لو حبيت احسب الازاحة هتساوي حاصل ضرب الفي في الدلتا تي. يبقى انا عندي كده الفي في الدلتا تي بيديني الازاحة. يبقى لو حبيت اعرف ازاحة الجسم او المسافة اللي اتحركها الجسم، في الحالة دي هعرفها من المساحة تحت المنحنى، واللي هي واضحة قدامنا ان هي بتكون عبارة عن مساحة شبه منحرف. ومن خلال تحليل مساحة الشكل ده بنوصل للمعادلة التانية من قوانين الحركة في الفيزياء. بكده نبقى خلصنا فكرة النهاردة، الفرق ما بين المساحة تحت المنحنى والميل. ميعادنا الفيديو الجاي إن شاء الله في طريقة حساب الميل والأفكار المختلفة للمنحنيات المختلفة، وإزاي بنتعامل مع الميل فيها والميل فيها بيعبر عن إيه. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.